هل شعرت يوما وكأنك دائما آخر من يفهم، تقضي ساعات وساعات في الدراسة بينما يمر غيرك على نفس المحتوى في دقائق؟ الحقيقة هي أن الأمر لا يتعلق بذكائك، بل يتعلق بكيفية تعلمك. واليوم سأريك كيف تتعلم أي شيء، نعم أي شيء، بسرعة تفوق الجميع، سواء كنت تحاول تعلم لغة جديدة أو إتقان مهارة أو ببساطة النجاح في امتحانك القادم. فالفارق الحقيقي بين المتعلمين السريعين وغيرهم ليس مجرد الموهبة، إنه الأسلوب والعقلية وبعض الاستراتيجيات المدعومة بالعلم. ولا تقلق، سنجعل هذا العلم ممتعا والنصائح عملية وسهلة التنفيذ. المرحلة الأولى: وهم التعلم. دعونا أولا نحطم خرافة شهيرة: تحديد كل سطر في الكتاب، إعادة قراءة نفس الصفحة 10 مرات. هذا ليس تعلما، هذا مجرد شعور زائف بالأمان. عقلك يتوهم أنه يتعلم، لكنه في الحقيقة لا يتعلم. مثال واقعي: شخصين، الأول محمد قضى 3 ساعات يقرأ عن التصوير. الشخص الثانية فاطمة قضت ساعة واحدة تلتقط صورا بإضاءة سيئة وتغير العدسات وتشاهد أخطاءها مباشرة. تفتكر مين اتعلم أسرع؟ المغزي من المثال هو أن التعلم الحقيقي فوضوي، عملي، فيه أخطاء وألم بسيط، لكنه يرسخ في العقل. المرحلة الثانية: تقنية فاينمان. العالم الحائز على نوبل ريتشارد فاينمان كان له سر بسيط: إذا أردت أن تتعلم شيئا بجد فاشرحه لطفل في الخامسة من عمره. كيف ذلك؟ اختر الموضوع، اشرح ببساطة شديدة، لاحظ أين أخطأت، ارجع وتعلم وكرر. المرحلة الثالثة: قوة التكرار المتباعد. عقلك ينسى وبسرعة. في خلال 24 ساعة هتنسى 70% من اللي اتعلمته، إلا لو وزعت المذاكرة على مراحل. أدوات التكرار المتباعد: تطبيقات زي أناكي أو كوايزلت. راجع بعد يوم، ثم 3 أيام، ثم أسبوع. اجعل الجلسات قصيرة ومتكررة زي ري النبات تماما، مش كتير ولا قليل، بس في اللحظة الصح. المرحلة الرابعة: الاسترجاع النشط. عايز تعزز ذاكرتك بشكل خارق؟ ما تراجعش، اختبر نفسك، اقفل الكتاب واسأل نفسك: ذاكر بالاختبارات قبل ما تذاكر بالمذاكرة. ليه الطريقة دي فعالة؟ بتجبر عقلك يسحب المعلومات من المخزون، بتكشف لك الفجوات اللي ما كنتش واخد بالك منها، بتبني ثقة حقيقية بنفسك. المرحلة الخامسة: التعلم بالتطبيق. سر صغير: مش لازم تكون جاهز علشان تبدأ، لازم تبدأ علشان تبقى جاهز. أسرع طريقة للتعلم هي افعل الشيء، ارتكب الأخطاء وصلحها بسرعة. أنا لما حاولت أتعلم الإسبانية اتفرجت على 50 فيديو، كلهم كانوا بيشرحوا القواعد والنطق والكلمات، بس ما حصلش تغيير. بس أول ما دخلت مطعم وحاولت أطلب بالأسباني وبدأت أغلط وأصلح، وقتها اتعلمت بجد. المرحلة السادسة: البيئة بتصنع الفارق. المثل يقول: ما تزرعش صبار في مستنقع، يعني ما تذاكرش وسط فوضى. نصائح سريعة هتساعدك: استخدم تقنية بومودورو، 25 دقيقة شغل، 5 دقائق راحة. تخلص من كل المشتتات، ركز على هدف واحد في كل جلسة، والموبايل حطه في أوضة تانية بعيد عنك. المرحلة السابعة: التعلم على شكل طبقات. التعلم مش خط مستقيم، هو زي الكيكة، ما ينفعش تحط كل حاجة مرة واحدة. ابدأ ببساطة، خد فكرة عامة بعدين تعمق، وأخيرا استمتع بالتفاصيل. مثال: عايز تتعلم بيانو؟ ابدأ بالكوردات الأساسية، بعدين اتعلم أغاني، وفي الآخر تعمق في النظريات. ما تبدأش بتحليل سيمفونيات موزارت من أول يوم، هتعيط. المرحلة الثامنة: علم، شارك، كرر. التعليم هو أقوى اختبار. لو قدرت تتعلم حاجة يبقى خلاص أتقنتها. جرب كده، اعمل فيديوهات على يوتيوب، علم أخوك أو صاحبك، اكتب مقالة أو قصة فيها المفهوم اللي اتعلمته. الخلاصة: مفيش حبة سحرية للتعلم، بس في طريقة أفضل. مش محتاج وقت أكتر، محتاج أسلوب أذكى. دعونا نلخص أسرار التعلم السريع: اكسر وهم التعلم الكاذب، استخدم تقنية فاينمان، اعتمد على التكرار المتباعد، استخدم الاسترجاع النشط، تعلم بالممارسة، اضبط بيئتك، تعلم بطبقات، علم غيرك. لو استفدت اضغط إعجاب وشارك الفيديو مع صديقك اللي بيواجه صعوبات، واشترك لمزيد من الفيديوهات اللي زي دي، لأن التعلم رحلة وإحنا مع بعض فيها. يلا ابدأ رحلتك، بس أذكى من أي وقت مضى.